مدن نينوى أسماء وأصول. تلكيف بلدة عامرة تقوم في شمال الموصل على 9 أميال منها، وهي ضمن منطقة سهول نينوى، وأهلها من المسيحيين الكلدان، ولغتهم السورث، على أن أكثرهم يحسن العربية. وبلدة تلكيف مركز ناحية تعرف بها، واسمها مؤلف من لفظتين، تل وكيف الآرامية بمعنى الحجارة، فيكون مؤدى التسمية تل الحجارة. عرفت بذلك لوقوعها عند تل أثري جوانبه مرصوفة بحجارة ضخمة، يقال إنه كان حصنا قديما في أيام الآشوريين. قال فيكتور بلاس المنقب الفرنسي الشهير إن التل المحاذي لتلكيف اصطناعي، وقد اتخذه الناس مقبرة، لذلك كان من الصعوبة بمكان أن يجرى فيه تنقيبات فنية للوقوف على ما ينطوي عليه من آثار، واقتصرت على التقاط بعض ما على سطحه من قطع الفخار الذي لم يكن كافيا لإبداء رأي قاطع في قدم هذه البقعة. وتلكيف وإن كانت بلدة قديمة العهد، إلا أن تاريخها يكتنفه كثير من الغموض، ولعل أقدم ما يمكن اتخاذه دليلا على قدمها ما ورد في كتابات زينفون قائد الحملة اليونانية في شمالي العراق، فقد جاء في كتابه أناباسيس أي الصعود أن الجيش اليوناني سار من قلعة بجانب مسبيلة أي الموصل 4 فراسخ إلى الشمال، وهناك جمع له مؤونة وحل بجانب قرية ذات غلات كثيرة. فالقلعة على ما ذهب إليه المحققون كانت حيث قرية يارمجا اليوم الواقعة تجاه مسبيلة أو الموصل بجنوب، أما ذلك الموضع الذي على 4 فراسخ منها إلى الشمال فإنما هو تلكيف. إن هذه الحادثة جرت في القرن الرابع قبل الميلاد، ثم يسود صمت طويل على تاريخ هذه البلدة يتجاوز مداه 1000 سنة، فلا نجد خلال ذلك خبرا عنها ذا شأن. فإن يشوع-ياب بن المقدم مطران حدياب والموصل وضع قصيدة في الأديرة باللغة الكلدانية في عام 1452، ومن هذه القصيدة نسخة في ديوان خاميس الإربلي المحفوظ في خزانة دير السيدة قرب القوش. ذكر ابن المقدم أن تلكيف كانت قائمة في القرن السابع للميلاد، حيث مر بها شيبين أو شيبان ابن أمير الموصل عتبة ابن فرقد من الفاتحين، وكان شيبين مريضا وفيها توفي. ووقفنا على خبر لتلكيف يعود إلى سنة 132 للهجرة، فقد ذكرها القاضي أبو زكريا الأزدي في حوادث تلك السنة من كتابه تاريخ الموصل، وقد سماها تلكيفة. وفي خزانة برلين مخطوطة كلدانية كتبت في تلكيف سنة 1076 يونانية أي 765 ميلادية، وهي أقدم ما عثر عليه من مخطوطات كتبت في هذه البلدة. أما ما بعد ذلك فلا نجد لتلكيف ذكرا قديما في مصدر كلداني أو عربي، على أن هنالك عشرات المخطوطات الكلدانية ترجع إلى عصور متأخرة قد تفرقت في جملة خزائن، وتشير هذه المخطوطات إلى أنها كتبت في تلكيف، أو إلى أن مؤلفها من أهل هذه البلدة. وقد تم نسخ هذه المخطوطات بين القرن السابع عشر وأوائل القرن العشرين، وأقدمها مؤرخ بسنة 1648 للميلاد.
وممن ذكرها من المؤرخين المتأخرين محمد أمين العمري، قال في أحد الأولياء: عربي الأصل، كان يسكن تل كيف قرية نبي الله جرجيس، مات قبل 80 و100 و1000. وأشار إليها المنشي البغدادي فقال إنها من قرى الموصل تبلغ بيوتها 3000 بيت من النصارى. وذكر ريج أنه عثر في تل كيف على نسخة من الإنجيل باللغة الكلدانية مكتوبة على الرق سنة 601 يونانية، قال إنها أقدم مخطوطة عثر عليها. اشتهر في تل كيف جماعة من المؤلفين، ومنهم البطريرك يوسف الثاني من آل معروف، له تآليف كثيرة بالكلدانية والعربية طبع جانب منها. وتوما تكتك من أشهر شعراء تل كيف في أواسط القرن 19 للميلاد. والأب شموئيل جميل كان متضلعا بالعلوم، وألف كتبا كثيرة بالعربية والكلدانية واللاتينية والإيطالية، وقد طبع معظمها.